البيت كان مليان حركة والكل بيجهز لعزومة كبيرة بمناسبة رجوع الجد من الحج. البنت اللي كانت لسه متجوزة جديد في البيت كانت شايلة الشيلة كلها، بتطبخ وتنظف وتراعي ابنها الصغير اللي لسه ما كملش سنة. سلفتها الكبيرة كانت بتمثل إنها تعبانة وقاعدة في الصالة بتستقبل الضيوف وبتقول لكل الناس: يا عيني يا حبيبتي يا فلانة، شايلة البيت كله لوحدك، أنا لو عليا أقوم أساعدك بس رجلي مش شايلاني. البنت العروسة كانت حاطة جهاز مراقبة الأطفال بيبي مونيتور في أوضة نومها عشان تسمع ابنها لو صحي وهي في المطبخ. وفي وسط الزحمة العروسة دخلت المطبخ تجيب صواني الأكل ونسيت سماعة الجهاز مفتوحة جنبها على الرخامة. فجأة السماعة لقطت صوت وشوشة مريبة جاية من أوضتها. العروسة ركزت وسمعت صوت سلفتها وهي بتكلم حماتها في الأوضة وبتقول لها بخبث: شفتي يا حماتي، البت دي استغلت إننا مشغولين في العزومة ودخلت واحد غريب من باب المطبخ وطلعته أوضتها. أنا شفتهم بعيني، ولو مش مصدقاني تعالي نفتش الدولاب بتاعها دلوقت وهتلاقي قميص رجالي غريب أنا حطهولها وسط هدومها عشان ابنك يطلقها ونرتاح منها. العروسة الدم جامد في عروقها، بس ما كانش هينفع تصرخ وتعمل فضيحة. عملت حركة جبارة، جابت حماها وجوزها من إيديهم وسحبتهم بهدوء لحد باب الأوضة وخلتهم يسمعوا باقي الكلام من السماعة اللي في إيدها. أول ما السلفة والحما خرجوا من الأوضة وهم بيمثلوا الصدمة عشان يفضحوا العروسة قدام المعازيم، الجد اللي لسه راجع من الحج وقفهم وقال لهم: إيه اللي في إيدك ده يا مديحة؟ السلفة ارتبكت وقالت: ده قميص غريب لقيناه في أوضة مرات ابنك. الجد بصلها بقرف وشغل التسجيل اللي العروسة سجلته من الجهاز وخلى الحارة كلها تسمع خطتها القذرة. الجوز عارف إن مراته كانت بتتدبر لها مكيدة عشان تطرد من البيت، والحما اتهزت صورتها قدام الكل. السلفة الخاينة اتطردت بشنطة هدومها لبيت أهلها، والجوز حلف ما ترجع البيت تاني. والعروسة عرفت أن الجهاز اللي جابته عشان تحمي ابنها هو اللي حمى شرفها وبيتها من غدر السلايف. ودي كانت حكاية من حكايات مايا اللي بتعرفنا إن اللي تدخل بيتك وتعمل نفسها خايفة عليكي ممكن تكون هي الحية اللي بتنفث سمها في سريرك، والحرص واجب حتى من أقرب الناس.